السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غدا الأحد على الساعة 24 12 ديال الليل، على الساعة 24:00 تبدأ مقابلة المنتخب الوطني بالتوقيت المغربي. ولكن عندنا احنا في أوروبا يوم الاثنين على الساعة 1 صباحا، يعني الحد ليلة الاثنين، هكا باش تقال الحد ليلة الاثنين يلعب المنتخب الوطني المغربي أول نهائي له في التاريخ. كاتبين يوم الاثنين ولكن هي الحد بالليل، ضد المنتخب الأرجنتيني العتيد. المنتخب الأرجنتيني فين دارونا دارونا في الجيب الصغير، وراهم حاطيننا في الجيب الصغير، ولكن حنايا حاطينهم هنا. المنتخب الوطني بقيادة الإطار المغربي محمد وهبي ما غاديش يتراجع عن اللقب. علاش؟ لأنه واد نهار خسر لا كوب دافريك في مصر ضد جنوب افريقيا، كان غيتحيد. هو مشى عند رئيس الجامعة الملكية قال له صافي انا ما نزيدش. رئيس الجامعة الملكية قال له لا غتبقى، بالرغم من ان المسؤول على المنتخبات اللي راكم عارفين مابغيتش نقول سميتو غضب وما عجبوش الحال من خسروا لا فينال. اللعابه جاو اجتمعوا محمد وهبي وهادي يلا خرجات، يعني كواليس يلا خرجت. اللعابه جاو عند محمد وهبي قالوا له الا بقيت راه غنديو معاك كاس العالم. سبحان الله، غاديين داش حتى غادي يديو كاس العالم باذن الله. غدا كلنا مغاربه، كلنا المنتخب الوطني المغربي، من الشمال الى الجنوب، من الشرق الى الغرب. ما كنهضرش على المغرب، كنهضر على الكره الارضيه، لان المنتخب الارجنتيني غير محبوب، منتخب اللي متعجرف، منتخب اللي حاس براسو فوق الكره الارضيه وكي يشوف عباد الله من تحت. غدا ان شاء الله غنوريوه الحجم ديالو وغادي نحترموه، ولكن ما خصناش نحترموه بزاف، حيت الا احترمناه بزاف يقدروا يوليو علينا. حنايا كلنا امل في هؤلاء الشباب. التشكيله المرتقبه للمنتخب الوطني المغربي اللي غادي تخوض النهائي على حسابي انا: حارس مرمى غادي يكون ابراهيم غوميز، المدافع الايمن غادي يكون علي بومعمر، المدافع الايسر الزهواني وما ادراكم ما الزهواني، المدافعين الوسطين كاين الاسماعيلين باعوف وبختي. وسط الميدان غيكون حسام الصادق وغادي يكون معاه الخليفي. رقم 10 الحداد اللي غيلعب إليا دروا، غادي يلعبها عثمان معما، قوش جاسم ياسين، وراس حربة الزبيري. وان شاء الله نزبروهم باذن الله. تحياتي لكم. اولي 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 المغرب. والنتيجه باذن الله 3-1 لصالح المنتخب الوطني المغربي. تحياتي.